السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة زينة الجزائرية. اليوم حبيت أشارك معكم هذه الكيكة أو الطارطة بمكونات جدا بسيطة موجودة في كل بيت. ما تحكمش خلاص اليد والوقت. مليحة التحلية للولاد في المنزل، يجيك ضيف حتى تقدر يديرها حتى في أعياد الميلاد بمكونات قليلة جدا، وراحات وبنتها هايلة والله. روعة، جربوها مش حتندموا. نبداو على بركة الله. المكونات هنا عندنا زيت، عندنا سكر، عندنا حليب، عندي فرينة، كاكاو، عندنا بيضة، وعندي زوز 3 بيضات، وعندنا فاني وخميرة. احنا هنا وش نحتاجو غير زوز بيضات وبياض البيض، والحليب. نسحقه 8 ملاعق حليب، 8 ملاعق سكر، 8 ملاعق زيت. والفرينة نحتاجو 9 معالق فرينة، وهي الفرينة أو الدقيق الأبيض 12 مغرف ملعقة، يعني 9، والباقي نديروه كاكاو. هنا نحطو البيض ونكسرو العظمات تاعنا، كسرناهم. هنا نضيفو السكر تاعنا، ونديرو رشة الملح باش ما نساوش. نجيبو الباطير تاعنا او الضراب اليدوي، ضراب الكهربائي عفوا. كيما راكم تشوفوا هاني كيل باش اللي ما عندوش الميزان ولا يشوف بعينه. ها 2 3 4 5 6 7، نكملو 8، هي 8 معالق يعني. نديرو رشة تاع الملح، نجيبو الباتير تاعنا ونبداو نخلطو حتى يبيض لنا الخليط. كما راكم تشوفوا ها هو نضاعف الحجم تاع البيض تاعنا والسكر. راح نبداو نضيفو الزيت تاعنا، نديرو 8 ملاعق زيت. انا نخدم باليد وما صلح ليش كيفاه هو. على كل حال تبداو تخدموا وتحطي بالمغرف وتخلطي بشويه حتى تكملي الكميه تاعك. هاني ندير بالقياسات. درنا المغرف الاولى، راح نكملوا باقي الكميه. كما راكم تشوفوا هنا زدنا الكميه تاعنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مني ومساندتي لكي أكمل في مشواري. وشكرا على كل من يدعمني وكل من يقف معي من وحتى ولو بكلمة. شكرا لكل من واقف معي. هنا نبدأ نكملوا نخلطوا، وربي يحفظ لي ميمتي ويعطيها صحتها ويشفيها إن شاء الله يا رب يا العزيز يا الكريم. بعد ما خلطنا الزيت دركا نضيفوا الحليب تاعنا، نديرو 8 ملاعق تاعنا حليب دافئ. الحليب يكون دافئ. درنا 8 ملاعق ونكملو نخلطو.
ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم، واسفة على كل من لا يفهمني. كما عندي صحاباتي وحباباتي مصريين، المغاربة وتوانسة وهكا يسمعوا يفهموني، خاطر ماكش الهضرة تاعي تشبه لهم. هنا نكملوا الفرينة تاعنا، نضيفوها. هنا جاوني 7. راح نكمل نخلط الفرينة، الخميرة عفوا، خميرة الحلوى نضيفها مع الكاكاو ونزيدها للفرينة كما راكم تشوفوا. راح نخلط كلش المكونات. الخميرة تاع الكاطو لازم نديروها يا اما مع الكاكاو، هي نستعملوها مع النواشف كما راكم تشوفوا. هنا نخلط المكونات تاعنا مليح باش الكاكاو يدخل في المواد تاعنا اللي حطيناهم، بيعطينا لون بني. هنا نزيد نضيف ملعقة كاكاو، ملعقة فرينة، لكي يصبح لنا 12 ملعقة. نخلطه بالباطير المكونات جيدا. والله وصفة تستحق تجربة. مكونات جد بسيطة، وانتي خدمتي طارطة او كيكة للأطفال او تحلية للضيوف او هنا بعد ما خلطنا وجدنا البلاطو تاعنا اللي راح نستعملو فيه في الفرن. هنا نفرغوه هنا، نسويه الوجه تاعو وندخله للفرن يطيب. بعد ما يخرج راح نكملوا الخدمة تاعنا. هاوليكم بعد ما سوينا الوجه تاعو، هنا ندخلوه. هنا راح نديرو الكريم تاعنا، كريم باتيسير. هي عندنا 2 مغارف كبار نشا، عندنا نصف لتر حليب، عندنا بيضة، عندنا الفاني، وعندنا سكر. السكر انتم اللي تتحكموا فيه. هنا بعد ما طيبت الكريم تاعي هاي ليكم. انا حطيت روحي بلي راني نصور وما صورتش كيف قاعده نخدم في الكريم باتيسير. ان شاء الله نديرها ونعتها لكم. هنا نطبعه بالمول تاعنا راح نستعملوه. شوفوا كيف جات. حطينا النصف لتحت. هاي ليكم، أنا كنت نوريها لكم. أنا جاتني شوية جهة هي مليحة، جاتني جهة طالعة بزاف، بس عادي راح احنا نتحكموا فيها وراح نعدلوها في الخدمة تاعنا. هنا الكريم باتيسير نحطوها. انا ما حبيتش نشرب الكيكة تاعنا خاطر ماكش كريم باتيسير راهي سخونة. نضيفوها طبقة، ونزيدو نحطو طبقة ثانية من الفوق. نسويو الجهة، كاينة جهة تلقيها طالعة وجهة هابطة، انتي تعرفي تتحكمي فيها وتعدلي الوجه تاعها وتقلبيه في نفس المستوى كما راكم تشوفوا. هاني نعدل فيها. راح نسوي الوجه به نخليها في نفس المستوى، به الكيكة تاعنا تجينا مليحة وتجينا منظمة.
صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شوفوا معايا هنا هني ضفنا الوجه الثاني، الطبقة الثانية. هنا بقات لي شوي كريم باتيسير حبيت نديرها. هنا طلعت كريم شانتي وهي كأس حليب، كأس كريم شانتي. الحليب يكون بارد وكأس كريم شانتي. هنا نخلطوا الكريمة تاعنا باش نعطيوها بنة، نغيروا شوية باه تجينا بنينة. هنا بعد ما خلطناها هاو تبدل اللون تاعها، كانت في الاصفر. شوفوا زي ما ولات. من بعد نبداو هنا نديرو الطبقة تاعنا اللي درنا كريم شانتي والكريم كريم باتيسير. هنا نسويو ثاني الوجه في نفس المستوى. شهيتكم في الجنة. التزيين كما حبيتو نتوما، واش حبيتو تحطوا فوقها، التزيين اختياري. كما قلت لكم من قبل في كل وصفة نقولها الجود من الموجود. واش عندك راهي ديري، مكش راح هي يا تخليها كيما هكا تجي مليحة. المهم البنة وحاجة تفرحي بها وليداتك وتقعدوا تتلموا عليها. احنا نحبوا الحوايج هذو باش نقعدوا نتلموا على صينية تاع قهوة ولا صينية تاع تاي. العائلة باش هكا ولادنا يتعلموا كما تعلمنا حنايا من بكري، نديروا تحليات ونقعدوا مع والدينا. انا كان بابا ربي يرحمه كان يحب الحوايج هذو بزاف ومشجعنا نديروا الوصفات كل من نروحوا عنده ولا كنا معاه. كنا غير نقولوا حنديروا الوصفة هذيك يروح يجري يجيب لنا الحوايج ويخلينا نتعلموا. ربي يرحمك ويجعل مثواك الجنة إن شاء الله يا رب. هنا بعد ما حطيناها في الفريجيدير في الكونجيلاتير، نحطو نسويو الكريم شانتي تاعنا في نفس المستوى باه يعطينا وجه منظم. منساش ميمتي ثاني حتى هي اللي تدعمنا بكل شيء، حتى كل شيء بدعاويها راهي قلب وقالبا معانا. ربي يحفظها ويطول لها في عمرها ان شاء الله يا ربي. هنا ها شوفوا بعد ما نحينا السيرسو تاعنا المول، شوفوا ليكم تحبوا تخليوها كيما هكا ولا تحبوا تزينوها. انا هنا ما عنديش شيكولا هذا اليوم. عندي كاكاو وعندي سكر جلاس، سكر ارطب وشوية ماء خلطتهم مع بعضهم وحبيت نديرلهم تزيين تاع الحاشية. نسويو الوجه باش نقدروا نخدموا خدمة نظيفة. وهنا عندنا كاوكاو، عندنا هي المندرين وحبيت نزين. هاني زينت بها، سامحوني ما كملتش كيفاه زينت. هي درت لها كما راكم تشوفوا، فرشت الكاوكاو رحيته. اللي من الفوق راهي حاشية تاع الطاغطة تاعنا. وهنا بعد ما كملناها وزيناها شهيتكم في الجنة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وتعليقاتكم. إذا عجبتكم جربوها وقولوا لي كيفاه جاتكم. أريد التشجيع لكي أواصل. شهيتكم في الجنة.
هاني رايحة نجيب، هاني مانيشي قاعدة نشوف كيف راني قاعدة نصور، هزيت التليفون وقاعدة نحط. هاو تشوفوا لي كيفاه جات، والله جات بنينة شهيتها في الجنة. جربوها والله ما تندموا عليها. وها شوفوا كي قسمنا كيف طبقات باينين. وإلى اللقاء في ملتقى إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.